انا عايز اقول لك ان اول عميل مش بعيد خالص، وانت في الاغلب بعيد خطوه عن انك تجيب اول عميل. فانا في الفيديو ده هقول لك الفورمولا اللي في خلال 7 ايام هتجيب لك عميل، ولو ما عندكش خبره انا هحطك على اول الطريق. بس قبل ما نبدا في حاجه انا محتاج اصلحها لك، وهي ان انت كفيديو اديتور او فريلانسر المهاره نفسها مالهاش اي لازمه، واللي هيفهم الكلام ده هو الشخص اللي قاعد في المجال فتره ووصل لمستوى كويس ولكن مش عارف يجيب عميل. وده للاسف بسبب ان في السوق المصري والعربي اغلب الاشخاص اللي بتعلمك ازاي تجيب عميل او تعمل فلوس اونلاين بيقعد يكلمك على المهاره، ما بيقولكش اصلا ايه فكره العميل. وحتى لو علمك ازاي تجيب عميل ما بيقولكش خطوات اساسا ماشي عليها قبل كده، لان هو في الاغلب بيقول لك كلام محفوظ او غصب عنه جاب عميل بالصدفه فجاي يقول لك اكنه هو كان قاصد يعمل حاجه زي كده. ولكن انا جاي اقول لك ان في السوق المصري والعربي مفيش حد هيقول لك ازاي تجيب عميل بجد بخطوات واضحه ويوفر عليك كل الوقت اللي انت هتبذله عشان تدور على عميل. فبدون ما اطول عليك انا عايز اقول لك الخطه اللي في 7 ايام هتساعدك تجيب عميل. اول 3 ايام في ال7 ايام دول انا عايزك تركز على حاجه مهمه قوي، وهي ان انت تحدد انت بتعمل ايه اساسا. ما ينفعش تبدا كده تقول انا هعمل فلوس وخلاص، لازم تحدد هتعمل فلوس من ايه. فمثلا في اليوم الاول هتحدد المهاره بتاعتك، سواء انت هتشتغل في الفيديو اديتنج، في الجرافيك ديزايننج، في البرمجه، سوشيال ميديا مانجنج، ايا كان المكان اللي انت هتشتغل فيه. وصدقني اكبر غلطه الناس بتعملها ان هي في بدايه طريقه بتحدد مهارات كتير قوي. يقول لك انا هشتغل فيديو اديتنج وجرافيك ديزايننج واداره حسابات السوشيال ميديا وبرمجه وكل الكلام ده. ليه؟ انت كده عارفين بتحرق نفسك، وصدقني مش هتلاقي عميل يشتغل معاك. لان اكتر حاجه عايزك تركز عليها في اليوم الاول هو ان انت تخلي العرض بتاعك واضح. انت مش عايز لخبطه العميل يخش فيها، هو انا بقدم فيديو اديتنج بساعدك تحقق نتائج وخلاص. الكلام ده طبعا لو انت في البدايه، انما لو انت اوريدي محترف فبالتالي اليوم ده انت تعمل له سكيب. اليوم الثاني هتحدد خطتك في البيرسونال براندنج بتاعك او العلامه الشخصيه بتاعتك، يعني الفيديوهات اللي هتنزلها على السوشيال ميديا، البروفايل بتاعك، اسمك الموجود عليه، البايو بتاعك، كل الكلام ده. وبرضه تحدد الوان انت هتمشي عليها زي كولر باليت كده عشان خاطر الاشخاص اول ما يشوفوا اللون ده يحفظوك على طول. زي مثلا الشخص ده اللي محدد الكولر باليت بتاعته ان هي تكون لون ازرق، فالناس على طول اول ما بيشوفوا اللون الازرق بيفتكروه على طول. وركز جدا انك تبني بايو نضيف جدا، وانك تنزل فيديوهات اللي هي البيفور اند افتر اللي بتوري فيها شغلك قبل وبعد، وانك مثلا توري يوم في حياتك وانت كفيديو اديتور بتساعد عملائك او عايز تعمل فلوس اكتر كفيديو اديتور. الناس بتحب جدا جدا ان هي تتابع الجيرني بتاعت حد، فهتلاقي ان انت جالك فولورز كتير، منهم ناس كتير مش هيشتروا خدمتك بس هيبقى في ناس هتشتري خدمتك، فبالتالي دي طريقه ممكن انت تجيب بيها عميل عامه عادي جدا. اليوم الثالث والاخير من تخطيطك للحاجه اللي انت هتعملها وهو ان انت هتشتغل على حاجه اسمها شو ريل. الشو ريل ده اللي مش عارف هو فيديو انت بتعمله بتتكلم فيه بصوتك وبتقول قد ايه انت ساعدت ناس ان هم يحققوا نتائج، وتوري فيها شغلك اكتر، بتوري فيديوهات قبل وبعد الكلام ده كله. والفيديو ده انت بتنزله عندك على انستجرام وتيك توك وبتعمل له بين بيفضل ثابت على البروفايل عندك. الاغلب الفيديو ده مش هيجيب مشاهدات لان الهوك بتاعته مش هتبقى قويه قوي، برضه ممكن تلعب على حته انك تحسن الهوك بتاعته بس في الاغلب مش هيجيب مشاهدات. هو بس هدفه ان هو يكون في البروفايل عشان لما حد يخش عليك يشوفه على طول. وطبعا لو انت مبتدئ خد اي فيديو على السوشيال ميديا لبودكاست انت بتحبه او لصانع محتوى بتحبه اللي هو ممكن يكون ماني لاب عادي جدا، وتنزل الفيديوهات دي عندك، بس ما تنساش تعمل لنا منشن. اليوم الرابع بقى وهنبدا في الجد على طول، انك هتوصل لعملاء ازاي بقى. عندك طريقتين، والطريقتين دول صدقوني انا بقولهم كتير بس دول احسن طرق تجيب بيها عملاء في 2025، وده بعد خبره مني 3 سنين ان انا بدور على عملاء وبشوف احسن طريقه تجيب بيها عملاء. وخليني اقول لكم مثال احسن هيخليك تستوعب الموضوع اكتر. نفترض مثلا ان انت مبتدئ وعايز تشتغل مع فادي عضلات مثلا، فاللي هتعمله بكل بساطه انك هتخش على اليوتيوب بتاعه وهتدور على فيديو مش معمول عليه مونتاج، وهتعمل اديتنج للفيديو ده وهتنزله عندك على انستجرام وتيك توك. بعدين هتعمل له منشن على طول وتخلي اصحابك يخشوا على الفيديو ده ويعملوا منشن كتير ليه ويبعتوا له الفيديو. في الاغلب يا اما هو هيشوف الفيديو وهيشكرك جدا ويخش يكلمك يشتغل معاك، ولكن في حاله ان هو ما شافش الفيديو او شاف الفيديو وما دخلش يكلمك فانت ساعتها هتبعت له رساله، وفي الرساله دي انت هتقول له فيها اهلا بيك استاذ فادي، انت احد احسن صناع محتوى في مجال الجيمنج وليك جمهور في كل مكان. انا بساعد اليوتيوبرز ان هم يحسنوا جوده محتواهم عن طريق تعديل فيديوهات بطريقه تناسب السوق والترند. ده لينك فيديو انا عملته حضرتك ببلاش، لو حضرتك مهتم عرفني وخلينا نتكلم مكالمه سريعه مدتها ربع ساعه نتناقش فيها بالتوفيق، وتحط اسمك في الاخر. وصدقوني دي احسن تمبلت رساله انت ممكن تمشي عليها عشان خاطر تجيب عميل. هسيبها لك في الديسكربشن تحت. لو خدتوا بالكم هتلاقي ان انا حطيت لينك الفيديو اللي انت المفروض عملته ونزلته عندك على انستجرام، فهو لما يشوفه مش هيضطر يخش على جوجل درايف ولا يخش على موقع غريب عشان يتفرج على الفيديو، لا هو على انستجرام نفسه انت هتوري له الفيديو. وفي الاغلب لما يشوفك ان انت داخل تقدم له قيمه مجانيه هتلاقي انه عايز يشتغل معاك على طول، وكده انت حرفيا بتضرب عصفورين بحجر. فاحسن 3 بلاتفورمز تركز عليهم وتنزل عليهم الكلام ده كله هو انستجرام، تيك توك، ولينكدين. واليوم الخامس هتعمل نفس الحاجه، واليوم السادس نفس الحاجه، واليوم السابع نفس الحاجه. انا عايزك في خلال ال3 ايام دول اللي هم الخامس والسادس والسابع تعمل كل يوم فيديوهين تقدمهم ل2 صناع محتوى مختلفين. هتلاقي نفسك في خلال ال3 ايام دول انت عملت 6 فيديوهات حرفيا، ف6 عملاء محتملين ممكن يشتغلوا معاك وقدمت لهم قيمه مجانيه. وكده في خلال 7 ايام انت بس مستني العميل يرد عليك وان انت توصل لعملاء اكتر. ممكن ال3 ايام دول يمتدوا ل10 ايام ل20 يوم. مهم ان انت مش هتوقف غير اما تجيب عميل. لو وصلت لغايه هنا فانت اكيد شخص جدي واكيد عايز تغير حياتك. اعمل لنا سبسكرايب على الشانل عشان خاطر تشوف كل جديد بينزل، وانا بس
حابب افرحكم بحاجه. الحمد لله بعد ما دربنا اكتر من 160 طالب في وان لاب يونيفرسيتي من خلال البرامج المدفوعه وغيرنا حياه ناس كتير جدا، احنا قررنا نعمل لكم حاجه قويه جدا وكبيره جدا عشان نساعد اكبر ناس ممكنين. فلو انت في السعوديه، في مصر، في اي دوله عربيه، حرفيا المفاجاه اللي جايه قريب دي هتغير لك حياتك بالكامل وهتبقى احسن من البرنامج التدريبي 100 مره. تخيل ايه احسن من البرنامج التدريبي؟ لا لسه في احسن. مش عايز اطول عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي مبدعين. السلام عليكم.